الحياة ما يبقاش ليها أي طعم من غير حاجة تنغص عليك عيشتك، تفضل قلقاك وشغلة تفكيرك ومش عارف تنام منها. أصلا إحنا مش بنشعر بالسعادة إلا في الوقت اللي بنتعب فيه قوي عشان نوصل لهدفنا، ووقت ما بنوصله مش بنحس بحاجة. فاكر أيام المذاكرة والامتحانات؟ طول ما انت قاعد بتذاكر كويس وبتنجز في المادة بتبقى مرتاح، ولما تدخل الامتحان وتحل كويس بتبقى فرحان، ووقت ما بتظهر النتيجة وتنجح مش بتفرح قوي، لأنك متوقع انك هتنجح أو عارف أصلا انك هتنجح. وفرحتك بالنجاح حسيتها لما تعبت في المذاكرة وحليت كويس في الامتحان. والحمد لله بجد إن شعورنا بالسعادة مش بيكون قوي في لحظة الوصول للهدف، لأن ده كان هيصيبنا بالخمول ومش هنتقدم في حياتنا، أو مش هنفكر نعمل حاجة جديدة ومختلفة لأننا أصلا حاسين بالسعادة، فهنتعب روحنا ليه؟ يعني مثلا لما يبقى حلمك إنك تاخد جايزة نوبل، ودي أكتر حاجة هتسعدك، وفعلا أخدت نوبل وفرحت جدا، وقضيت بقيت عمرك مش بتعمل حاجة في حياتك غير إنك بتحضر حفلات بمناسبة حصولك على الجايزة. معلش ممكن تاخد وقتك وتتخيل ده وتحس إنك قاعد 5 سنين طول الوقت فرحان. والله هتمل. لو كانت الحياة فرح بس هنجزع من حلاوتها، وهنحتاج وقتها للحزن عشان نحدق بيه. فأساسا التعب والشقة موجود علشان احنا نفرح، ولو الحياة كلها راحة هنتحول لكائنات في منتهى التفاهة، لأن وسط الراحة دي ورتابة الحياة ومفيش حاجة ذات قيمة تشغل وقتنا هنضطر نشغله بأي حاجة، زي مثلا ربطة الجرجير فيها كام عود. هو كده احنا لازم نمر بأوقات تخلي الدم يجري في عروقنا، لازم نتعب علشان نستمتع بالراحة. فاللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش. اوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تشقى قوي فيها. صوت جواك.